مجدي حبيب يعقوب. والسن يا فندم؟ سن 41 سنة. الحالة الاجتماعية؟ متزوج. عند حياتك كم أولاد إن كانوا موجودين؟ 3 أطفال، ولد وبنتين صغيرين. حياتك اتجوزت سنة كام يا فندم؟ اتجوزت سنة 69. ولو إنه مش في بيانات الجواز ده، حياتك اتجوزت من الوسط الطبي ولا بعيد عن الوسط الطبي؟ وسط طبي. مراتي رغم إنها كانت سكرتيرة، إنما كانت بتشتغل ممرضة في الوقت اللي أنا اتجوزتها. إنجليزية يا فندم؟ لا، هي أصلا ألمانية. في الأول لما كنت طفل صغير جدا كنت هادي وما بتكلمش كتير، لدرجة إن الناس كانوا خايفين على إن أنا في حاجة مش كويسة. إنما مع مرور الوقت كنت دايما يا إما الأول أو الثاني أو الثالث في المدرسة. واستمر التفوق لحد النهارده يعني. حياتك بقالك قد إيه سايب بلدنا؟ حوالي 17 سنة. اللي دفعني إن أنا أسيب مصر إن كان عندي قابلية لدراسة جراحة القلب من قبل ما أتخرج من كلية الطب. وأول ما تخرجت جيت إنجلترا وعملت الزمالة، وكنت في الوقت ده بحاول أشوف جراحة القلب وماذا تقدمها. وكان في دول بسيطة عددها قليل عندها أجهزة كتير وابتدت تشتغل في جراحة القلب. إنجلترا كانت واحدة منهم، فده كان الدافع الأساسي إن أنا بعد ما رجعت مصر واشتغلت نايب في القصر العيني عند الدكتور أبو ذكري، إن بعد ما خلصت على طول رجعت إنجلترا علشان التخصص في جراحة القلب. كنت بتشتكي من إيه يا دكتور مجدي وأنت في مصر كدكتور؟ أول حاجة كنت بشتكي منها هي قلة الأجهزة والفنيين، والحاجة التانية إنه من الصعوبة تكوين مجموعة من الناس يشتغلوا مع بعض بصفة تيم مع بعض. كليات الطب إنها تحاول إنها تقبل عدد من الناس بطريقة غير واقعية، دي حاجة تانية. يعني أكبر من العدد اللي تقدر تستحمله هي أو طاقتها تتحمله. بالظبط. الروح المعنوية هي نفسها موجودة وهي دايما كانت عالية في مصر، إنما الحاجة الصعبة دلوقتي وكمان كان زمان عدد الممرضات وأعضاء التمريض عدد مش كبير. لأن أفتكر لسه في مصر لغاية دلوقتي الناس ما بتنظرش للتمريض على إنه مهنة سامية جدا، ودي حاجة لازم تتصلح بسرعة جدا، لأن من غير دي من الصعب جدا عمل عمليات كبيرة، لأن الممرضات لازم هم بيخلوا بالهم من العيان تقريبا زي الدكتور، وبيشتغلوا مع الدكاترة بطريقة جامدة جدا. في مصر لازم نصلح المعضلة دي، لأن التمريض في مصر عايز يزداد في العدد، والناس لازم تحترمه أكتر، تعرف إن الممرضات دول بيعملوا عمل إنساني كبير جدا. سنة التخرج من طب القاهرة؟ اتخرجت في سنة 57. دكتور مجدي لو سمحت تفسر بإيه انتشار أمراض القلب بشكل ملفت للنظر النهاردة؟ يعني هل دي عشان المدنية زي ما بيقولوا والحضارة وسرعة الحياة، ولا دي ملهاش علاقة؟ لها علاقة. في وجهين للموضوع ده. علشان في تقدم كبير في جراحة القلب وفي طريقة تشخيصها. فدلوقتي الأمراض اللي كانت زمان محدش بيسمع عنها دلوقتي بتتشاف وبتتصلح، عشان فبتبان كأنها أكتر من زمان. دي ناحية من النواحي. الناحية التانية إن في أمراض بتزيد، ودي لها علاقة
بالضغط اللي موجود دلوقتي في حياة الإنسان وبطريقة عيشهم والحضارة زي ما انت بتقول.